بنحاول نبني حكايه اسطوره فيها مسج، ممكن الناس تبقى ما عندهاش معلومات عن الحاجات دي، وتبقى برضه في نفس الوقت ليها ايه الطريقه اللي انت تحصن نفسك وتعالج نفسك وتبعد عن اي حاجه تاذيك. استاذة لوسي قالت ان هي هند ملازماها في كل حته، يعني انت بتحصن نفسك ازاي من الحاجات دي؟ شفت انت والله مواقف زي ما هي يعني قالت؟ انا شايف ان هي لوسي انت اوفر قوي، يعني فلوسي اوفر قوي بصراحه. قاعد تقول التلفزيون وقع والعاصفه والله وحاجات لا كده. انت حصل معاك موقف زي ولا كده؟ الهوا. ممكن يكون في الجزء الثاني، بس كان الجو صعب في مرسى علم، كان في رد كده ورعد، بس انت عشان انت في تهيؤات جواك، في خيالات شغاله، ما هو الشيطان ده فكره بيديك الفكره فتبدا تعيش حياتك، لكن انا بذكر الله هتخرج من الشخصيه ان انت لسه اساس شغلك مش جاي تفتكر حاجه مش فيها وانسى خالص. هترجع تقدم سبونج بوب تاني السنه او حاجه؟ كنت بينهم مره واحده صعب. لكن ان شاء الله في سينما قريبه ممكن يبقى في عمل بس ما اعرفش انت دخلت اعمال. طب ادخل شوف. والله انا مش انا اكتر واحد بيكره حاجه اسمها الاجازه، انا ما بحبش الاجازات، انا بحب افضل طول الوقت شغال، افضل طول الوقت حتى لو خدت الاجازه وسافرت وعملت تلاقي مخي ما بيفصلش خالص شغال. يعني لو مش شغال بعمل بدني تلاقيني شغال بعمل ايه اصعب حاجه في الموضوع؟